السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومية هلا بأحلى متابعين. اليوم وصفتنا من الأطباق اللذيذة واللي كل بيت عراقي يعشقها، هي المندي العراقي على أصوله، بطعم ونكهة دمار كلش طيبة. جربوها خطوة بخطوة وراح تدعولي. طبعا لا تنسون تخلون لايك واشتراك وتفعيل الجرس على ميزة الكل حتى توصلكم إشعارات بكل ما أنزل فيديو جديد. نبدي الفيديو مالتنا ونقول بسم الله. هاي من هنا تأمي، احنا اغلبنا يحد من هاي الصفحة، هاي التأمي، وهاي الصفحة تحد يعني بظهر السكينة. نوقف السكينة هيك على كاونتر، انا وقفتها على الدجاجة مالتي، ونجيب سكينتنا هاي بعد الشهر تبقى حادة. هنا عندنا الدجاجة مالتنا كيلوين و200. راح نغسلها كل زين. قبل ما اروح اغسلها كل زين راح اقلبها على ظهرها، وراح اشيل الظهر من الوسط على مود ما يعيقني اثناء الاستواء، لانه انا ما راح اسلقها، مجرد ما راح اتبلها لمده ساعتين، ويا ريت يعني الافضل انه تبقى ليله كامله، لكن انا ما راح الحق وراح اضطر ورا ساعتين ابدي اشتغل بيها. هسه راح نجي نقص من هذا المكان فالصورة هاي، طبعا راح نقص هيك وراح نقص بهالطريقة هاي. هذا من راح نشيله، راح نقدر نفتح الدجاجة تصير أخف وتصير أسهل بالاستواء مالتنا، نأمن إنه الدجاجة مستوية تمام. راح أقطعها وأرجع لكم. أنا قطعتها لكم من باب السرعة. هذا الجزء اللي راح أشيله تقدرون تسووا على صفحة، يعني تقصوه قسمين وتخلوه، أو بطبخات ثانية تقدرون تستفادون من عنده. أنا راح أخليه بالطبخات الثانية. هسه راح أجي أقلب الدجاجة مالتي بهالصورة وافتحها وابدي اضغط عليها كل زين من الوسط على مود عندي ينكسر. هنا العظم الموجود مالت الصدر ينكسر ضغطة قوية على مود تنفتح عندي الدجاجة وتصير طبقة خفيفة مو ثخينة وتستوي عندي بسرعة. تابعوا. هسه قسمنا مالتنا الدجاجة الحلوة الحبابة وقعدت بهالشكل هذا. هسه راح اخلي كمية لا بأس فيها من الزيت، زيت الزيتون، زيت مالتنا مالت الطبخ عادي. عندي الوطنية والمولدة تتأخر، يلا تجي، اضطريت على ضوء الشباك أصور، فاعذروني أخاف يعني التصوير شوية الإضاءة مالته خفيفة، وأصلا أنا يعني بالموبايل أصور، فهي هاي يعني الكاميرا مالتها. فهنا أنا قلت لكم البهارات مالتي، عندي البابريكا الحارة الخشنة، وعندي الفلفل الأسود، وعندي جوزة الطيب، وهنا أنا عندي ملونين غذائيين، يا اما تخلون زعفران او صبغ لوزينه، وهنا عندي ملون احمر على مود يطلي الدجاجه لون حلو مال مندي. طبعا جت الكهرباء الحمد لله اليوم، ما ادري شو عجب متاخر علينا ابو المولده. المهم، وهنا أنا عندي ملح وملح الليمون وملح عادي، يعني ليمون دوزي نفسه. راح اخلي فوقها. هبدي اللي هاي المكونات كلها ادعك بيها الدجاجة كل زين، يعني بين الجليد بين الافخاذ مالتها، واقلبها يمنى ويسرى لحد ما كل المواد هاي تتداخل بيها. خلي اكمل ارجع لكم. راح ابدي ادخل كل المواد اللي خليتها بالدجاجة مالتي، ابدي ادعكها كل زين، وحتى بين الجليد يعني ادخل بين الجلد التوابل اللي خليتها واقلبها. وهمينه هنا شوفوا اللون مالتها شقد حلو صار، بسبب اللون اللي خليته الاحمر، راح يعطي لون للمندي كلش حلو. خلي اكمل وارجع لكم. وهسه هاي التتبيله مالتنا صارت جاهزه، شوفوا الالوان شقد حلوه صارت للدجاجه، انطت لون احمر. طبعا هنا هو نفس اللون لكن لين قريب على الكاميرا. يفضل انه من الليل للصبح، لكن هسه اني يعني مستعجله، فساعتين بس راح اغلفها كل زين وادخلها للثلاجه وابلش بالرنقع التمن. هنا أنا عندي كيلو تمن بسمتي، وهنا عندي راس بصل عملاق، وهنا أنا نومو بصرة 2 قطعتين بس أثقبهم، و8 حبات هيل، إذا خشن عندكم خلوا 4. وعندنا قرفة أو دارسين أعواد لازم، وعندي بهارات برياني، وعندي القرنفل أهم شي بالأكلة مالتنا. وإذا عندكم فلفل حار خلوا يعني قطعة واحدة يعطي طعم طيب. وقلت لكم ورق الغار ما عندي، ودزيت على المحل القريب هم ما موجود. ولازم تضيفون ثوم، بس أنا ما راح أقدر أضيف ثوم لأنه يعني الصار هنا انقلاب علي، ما حد يحب الثوم بالبيت. ونسيت أقول لكم الكركم همينة أضافه وياه، وفلفل أسود.
طبعا بنات هنا أنا بلشت اشوح البصل لحد ما يذبل عندي ويصير لونه ذهبي. طبعا اليوم على اساس اسوي المقلوبة الفلسطينية. طبعا الطعم مالتها يجنن، لكن الايام القادمة ان شاء الله بالفيديوهات اللي تجي اقدمها لكم. تختلف نهائيا عن المقلوبة مالتنا. المواد والخضار نفس مالتنا، يعني يقلوها ويستووها زين، لكن التمن بعدني ويخلوه على الخضار وينزلون السوب مال الدجاج السوب مال اللحم ويهدروه على كيفه، مو مثلنا احنا يعني كل تمن واحد ينطبخ الخضار واحد. بناتهم من تدخلون على الفيديو وتشوفوا المشاهدات اكو خير من الله، لكن ماكو لايكات بنات، يعني الدعم لايك ومتابعة، لانه هيك يعني من انشر شي ما راح يصعد عندي المنشور، ما حد راح يشوفه من انشر شغله. ومن تفعلون تتابعون تفعلون الجرس، حاولوا تفعلون ميزه الكل على مود كل ما انزل فيديو جديد انتوا راسا راح تشوفوه. هسه راح ابدي انزل باقي المواد عندي وراح اقلبهم كل زين واطفي الجدر مالتي. يلا اضيف التمن. قلت لكم بنات النقص اليوم الضروري بمالتي الاكله ورق الغار، يعني ماكو والله، دورت بالمحلات القريبه ماكو، فما كانت قلت لكم ببالي هاي الاكله على اساس اسوي المقلوبه الفلسطينيه، وسبحان الله قدر الله ما شاء فعل قسمتنا اليوم هاي الاكله. يعني هسه راح انزل السمن مالتي، هسه راح اقلب المواد مالتنا كل زين لحد ما تاخذ النكهات. شويه مي مال الدجاج راح ابدي اضيفه بس حار، يعني حتى لو حمول، يعني اذا عندكم بارد السوب مال الدجاج او اللحم حاولوا تحموه. هسه راح ابدي اضيف الملح. انا كملت، يعني هسه هذا المي حده ما راح ابقي على النار، هسه طفى كل شيء. راح اخلي السيليفون مالتي ورق القصدير راح يعني كل الزين اسلفنه واثقبه من فوق، واقعد الدجاجه اللي فوق وارجع اسلفنه هو الدجاجه اسويه وادخله الفرن. تابعوا الفيديو. بنات هسه الجدر مالتنا سلفناه هيك بورق القصدير، قمطناه تقميطه زينه. راح نبدي نثقب من فوق جدر التمن ثقوب كلش هوايه، وننزل الدجاجه اللي فوق. هسه قعدنا الدجاجة على الجدر مال التمن. طبعا شوفوا اللون، شوفوا الشكل، وتخيلوا هاي التتبيلة وهاي الزيوت راح تنقط على التمن، يعني والله شي ياخذ القلب. يعني جربوا هاي الطريقة والله في الطعم خيالي، بعد اضرب من مالت المطعم. هسه راح ابدي انزل الصلصة اللي بقت عندي فوقها. هسه راح ندخلها الفرن مالتنا من فوق ومن جوا. سلفنا الدجاجة والتمن سوية بهالطريقة، هذا لازم كل الزين وما تبقى بها فتحات على مود بعملية التبخير كل شي يستوى عندي ويذبل ويصير الطعم يخبر. طبعا اكو يقولون انه خلي ورق الزبدة جوا الدجاجة فوق الدجاجة على مود ورق القصدير يسوي تسمم وهاي الامور. احنا يعني مو دائما نسوي هاي الاكلة، كنا يعني بالبيوت العراقية. فما اعتقد يعني يوم واحد راح يسوي تسمم. اللي تحب تخلي تخلي، انا عادي اخليها على هالحطه هاي. وشو ايام الحصار اشكال اكلنا اشكال شربنا، بايام الحرب شو ما صار بينا شي، ما اعتقد راح هسه ورق القصدير يسممنا. والباقي بعد انتو انا اذواقكم انتو شو يعجبكم. طبعا هنا انا خليت الجدر مالتي بالفرن لمدة ساعتين، ساعة من فوق ومن جوا على نار متوسطة وساعة بس من فوق. بسم الله ما شاء الله، طبعا المنظر يتكلم. لو تشوفون يعني تمنيت تشمون العطر اللي طلع اول ما وخرت ورق القصدير من الدجاجة، عطورات مال البهارات مال المطيبات الدارسين وبصرة الهيل، يعني ريحة تجنن. هنا انا خليت الفحماية وراح اخلي عليها زيت، خلي شوية زيت وأقبغ الجدر مالتي أو 5 دقايق مو أكثر لحد ما تتشبع الطبخة مالتي بريحة الفحم. طبعا بنات أتمنى ما تبخلون علي أنا دا أتعب وأصور لكم وأنزل لكم فيديوهات، يعني لا تبخلون باللايك واشتراك وفعلوا الجرس، أهم شي تفعلون الجرس على مود كل ما أنزل فيديو جديد راح تشوفوا.
طبعا هنا أنا خليت الفحماية الدخان مبين، يا ويلي على المنظر، يعني المنظر صدق يشهي. طبعا ايش قد ناكله احنا المندي بالمطاعم وش قد نحب طعمه وطعم التمن مالته، لكن والله جربوا هاي الطريقة راح يعني تدعولي، لانه بعد اطيب من طبخ المطاعم. هنا أنا التمن مالتي المفلفل والالوان مال قوس قزح تجنن صارت. راح ابلش هسه اصب الماعون مالتي وراح تشوفوه بمنظره النهائي. جربوها بنات، الوصفة كلش كلش سهلة، اول شي ما تاخذ وقت، والطعم يعني كلش طيب، راح تدعولي عليه. طبعا تقدرون تزينون انتو يعني الطبق مالتكم بالمكسرات، صنوبر، يعني اي شيء انتو يعجبكم تخلون معدنوس، اي امور انتو تحبوها عادي زينوا براحتكم. انا حبيت هيك يبقى سادة. اتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. مع الف سلامة.